تعالوا نعمل قطف فلافل بالبيت. شوفوا كيف مقرمش من برا وهش من جوا. عندي هون نص كيلو حمص نقعته قبل بيوم، نحتاج نطحنه منيح مثل هيك. بنضيف له توم. انا هون ضفت 4 سنان مهروسين ومعلقة فلفل ابيض ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة يابسة وملح. ما كترت ملح لاني دقيت التوم بالملح، ومعلقة كربولا. وضروري تضيفوها قبل القلي مباشرة مشان ما يروح من فورا. نخلطهم مع بعض منيح، واذا حسيتوهم ناشفين شوي زودولهم مي. وهلأ رح بلش قلي بزيت غزير وحامي. نحتاج مكبس فلافل مثل هاد، والسمسم اختياري بس بيعطي شكل حلو لقرص الفلافل. شوفوا ما شاء الله قد ايه نافشين ولون حلو. لصوص الطحينة بنحتاج معلقتين كبار لبن ونص كوب طحينة وعصير ليموني. بنحركن منيح وبنضيفلن الملح وبنخففن شوي بالمي. وهلأ بدي الف سندويشة الفلافل. خبز عادي بهرس الفلافل بهالشكل وبضيفلها الخس والنعناع، كتير بيعطيها طعم طيب، بندورة وخيار. وطبعا المخلل، واذا في مخلل لفت لسه اطيب واطيب. واخر شي بنضيف صوص الطحينة وبنلفها بهالشكل وبتكون صارت جاهزة. إذا عجبتكن الوصفة جربوها واعطوني رأيكن، وصحتين وهنا.